صراحة من بعد حكي البارحة وتعليقاتكم حتى انتو عن الفلاتر شككتوني بروحي. احس فلاتري حلوة والله، يعني هسه ما حاطة فلتر، بس لما احط فلتر احس الفلاتر اللي اختارها حلوة. صح؟ المهم قهوة عشان صحصح وعلى بركة الله. رايحين المكتب اليوم، يوم مهم، لأنه اليوم راح نتخذ قرار كبير، والكبير كبير يا جايز. قرار كبير راح نتخذه اليوم يا جايز. والله يعني صراحة بنات متوترة، ما أعرف ليش متوترة، كأنه يعني بس لأنه الفرق بين القرار اللي حتاخذه هو درجة لون، بس لازم أتخذه. وحنشوف، عندنا اجتماع على 4 هماتين لازم نروح، وعندي حلقة البودكاست لازم أشوفها وأنطي كل الكومنتات عشان تنزل لكم هالأسبوع إن شاء الله حلقة آياتي. هواي أشياء صراحة، الأشياء اللي عندي حلوة اليوم. ومن الصبح لي هسه هماتين خلصت هواي أشياء. اشتغلت على الفلوج، بس الفلوج طويل، فما أدري إذا أفكر أخليه طويل وممتع لو أقصقصه وأخليه المفيد المختصر. فاشتغلت عليه شوية الصبح، يعني أول 4 ساعات من الصباح. أحب هاي القهوة بيتس. أخذ فانيلا آيس لاتيه وسكيمد ميلك وإكسترا إكسترا آيس. طب بارد هيك ينزل على القلب يخبل، والقهوة بيرفكت. يعني اللاتيه بيرفكت، هي مو قهوة تعرفون، يعني أحبها الأمريكانو، بس هالفترة هابة بالفانيلا لاتيه. بسم الله. هذا الابديت. البارحة نزلت لكم اخر فوتو دوم من السفرة، شفتوا؟ ان شاء الله لازم، يعني لازم جلسة حريم، بس هاي جلسة حريم حتصير كلش طويلة. بس ممكن نحكي عن البشرة، ممكن نحكي عن البشرة، ممكن نحكي عن اني لما اريد شي يكون، لما اركز شوف، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واني من الناس اللي بشرتهم كلش صعبة، يعني اني اعتبر نفسي عندي اصعب بشرة. اصغر الامور تطلع لي حبوب، تأذيني، التصبغات مالتي صعب تروح، لما تطلع لي شغلة صعب تروح. والمشكلة انه بسرعة يعني بشرتي تتحسس، مو حساسة، بس انه اذا تطلع لي تصبغات يعني بسرعة ممكن انسى الواقي الشمسي واقعد دقيقة هيك فجأة القي شيء طلع لي. فبشرتي من اصعب البشرات حرفيا، ولذلك اصلا اني الاهتمام اللي احطه بيها اضعاف اي بنية ثانية بشرتها تكون عادية. سبحان الله، اكو بشرات ثانية بنات عادي يحطون كريم بسيط وبس يغسلون بشرتهم وخلاص والامور تمام والامور سليمة. اني مو هيك، يعني للاسف كل حياتي مو هيك، بس هسه عرفت اتعامل مع بشرتي. وحتى لما مثلا اخبص او اسافر او اتعرض للشمس اعرف شلون اعالجها، لانه خلاص تقبلت فكرة انه اني عندي بشرة صعبة. تقبلت فكرة انه لازم اني اظل دائما مهتمة، اي انه شي بسيط عدم اهتمام يأثر علي. فيا النقطة هنا انه لازم انتم تعرفون نفسكم وتمشون مع روتين يناسبكم. اذا انت بشرتك حلوة من رب العالمين وجيناتك حلوة واي كريم بسيط وغسول يناسبك خلاص حلو، ركزي بهذا الروتين اللي يفيدك. اذا انت بشرتك صعبة تعلمي شلون تتعاملين وياها. حتى الاكل بنات خير، حتى الاكل يأثر على بشرتي. صرت حتى بالاكل اهتم، يعني هي عوامل هواي، الاكل، ترطيب المي، استخدام الاشياء المعينة، واكيد هماتين الدكتور او الدكتورة مهمين، يعني مهمين بحياتنا هماتين. هي توازن من كل هذولي. ما اعرف ليش فجأة صرت احكي عن البشرة، بس لانه يعني حتى من تتعب تجيني لحظات بين بشرتي تعبانة، من تتعب اعرف شلون ارجعها هيك صحية وحلوة. وهذا الشيء كلش احبه
أحس يعني أخيرا وصلت للمرحلة والعمر اللي أعرف أتعامل بيه ويا نفسي وبشرتي وهيج، ما أعرف فاهمين علي. المهم جلسة حريم حتكون يعني إذا نحكي كل القصص اللي صايرة حتكون 3-4 ساعات. I'm excited، كلش متحمسة. هاي أكثر جلسة حريم متحمسة إني أصورها صراحة.